جوادة، يا حبيب قلبي. هو ايه حوار ابن جده ده؟ ايه حوار ابن جده يا ابن جده؟ بص يا سيدي بقى، كنت رايح الجيم ماشي، نزلت من العربيه ركبت وبتاع، وانا لابس شورت ولبس الجيم وشنطه كروس وبتاع وماشي ايه شبح. الله. نسيت الموبايل في العربيه، راجع الف اجيبه، لقيت واد قصير كده ماشي معاه بتاع كده حديد، انا ما خدتش بالي منها، راح حاططها لي هنا. وبعدين يالا انا عايز ابص هو حاطط ايه في بطني، مش طاير اشوف ليه الكوفيد بتاعه لازق في الكوفيد بتاعي. الواد بقه هنا يالا سداوي والله العظيم. وراح قال لي ايه، بص يا شبح، لا تبص يمينك ولا تبص شمالك، طلع الفلوس اللي معاك عشان هغزك تنزل الشوفان اللي في جسمك كله. فقلت له طيب بص يا شبح، انا معايا 10 جنيه كنت هجيب بيها ازازه ميه من الجيم. فقال لي شاب طويل عريض زيك يعني مش معايا ال 10 جنيه، طلع يا الفلوس اللي معاك. كان في بقى واد كده واقف في الجنب، انا لمحته ما انا عارف فاهم، فايه لمق واد واقف بايه بيأمن. هنمشيها بيأمن. المهم راح الواد التاني بيقول له ايه، انجز يا عم بقى، فراح بيكلموا نفس اللغه، فراح قال له يا عم ده مفضي. رحت قلت له طيب عيب بس الكلام دوت، ما تقولش على مفضي. تعالى نرتقي بمستوى الفكر والكلام، خد ال 10 جنيه واتكل على الله. مش عارف اعمل له ايه. فراح التاني قال له ايه، سيبك منه يا عم يلا ده عيل ابن جده. فانا يا لاس الدواء ما فهمتش الشتيمه، يعني ايه ابن جده؟ في الموقف اللي زي ده المفروض العيال بتجري، فاهم؟ انت حصل لك موقف زي ده تجري بقى خلاص، ام فري. انا عايز انا كان في جانجسترز، في باد بويز حواليا فلازم اجري. فانا وقفت اللي هو يعني ابن جده، انا اتشتمت شتيمه وسخه. يعني ايه؟ طب انا في عيد جاي مثلا وجدي هيبقى وامي، ليه فكر فيهم، ليه بتعمل كده؟ طب ابويا مين؟ ابويا اللي هما مش ابويا يعني، عيال ولاد جدهم يعني. والله العظيم معروف.